السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم بنقترح لكم بان سويس كيجي زوين بزاف، ناجح من اول مره غتجربوه، ينجح معكم ان شاء الله، بدون بيض او بدون اختمار ولا حليب. هذا البان سويس راه ناجح من اول مره تجربوه، غادي ينجح معكم ان شاء الله. نتمنى تجربوه ومن الاعجاب ديالكم خلوا لي كومونتير، قولوا لي كي جاكم. دوزو الطريقه تحضير هنا بلا ما نطول عليكم. عندي هنا 2 معالق كبار ديال خميره الخبز، عندي معلقه كبيره د الزبده، وعندي معلقه كبيره ديال الخل ورشه الملح، عندي 4 كاس ديال الزيت، عندي نص كاس ديال السكر سنيده، وكذلك عندي الماء دافي هنا ديال باش نجمعوا الخليط، وعندي الفانيلا و5 كيسان ونص كاس ديال الدقيق ابيض القياس بكاس العنبه. انا الطريقه راه سهله وواضحه، ما غاديش تحتاجوا وقت طويل باش تحضروا البان سويس. غادي نضيفوا المكونات هنا مع الدقيق. نتمنى تجربوا هذا البان سويس، كيجي زوين بزاف. هاد العجينه معتمده عندي، حضروا بها الشنيك او بان سويس حتى البتي بان، بزاف الحاجات. غادي نخلطوا المكونات مع بعضياتها. انا باقي ما ضفت الخميره والماء. ندخل بدا المكونات مزيان مع الدقيق، نضيف شويه ديال الماء مع الخميره باش تطلق لينا. غادي نضيف هنا الزبده، هاد العجينه راه ناجحه، ما تحتاج تختمر باش نشكلوها، ما نتسناوش تخمر بزاف، تخليوها ترتاح شويه صافي وبلا توراق. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وردوا لي في كومونتير قولوا لي كيف جاتكم. دابا ضفت الخميره، غادي نضيف الماء، غادي نضيفو بالتدريج. درت معكم نقيس بالكاس العنبه، هذا الكاس الاول ديال العنبه. الماء يكون دافي ماشي طايب ولا بارد بزاف. اذا كنتو اول مره غتزوروا القناه ما تنساوش تشتركوا فيها، وفعلوا الجرس وبارطاجيو مع الناس اللي كتعرفوا باش تعم الفائده. غير جربوا هاد الطريقه هادي، راه سهله، بلا ما تحتاجوا ديروا بزاف ديال الزبده او تورقوها هاد العجينه اقتصاديه. انا نضيف دابا الكاس، نص كاس الثاني كنضيف شويه بشويه، تقريبا كاس وربع. شو داك نص كاس ما كملتوش كامل، ضفت غير شويه منه. نعجنو مزيان العجينه فوق سطح العمل، نتركوها مزيان واحد 2 دقائق تقريبا. عاد غادي نضيف واحد معلقه كبيره د الزبده، العجينه ناجحه ان شاء الله، جربوها وتعجبكم، تعتمدوها. صاوبوا بها شنيك بريوش، بان سويس. كنستعمل حتى ملي كنبغي نصاوب كرواسون بتي بان بلا بيض بلا حليب. هذيك غناخذ ديك معلقه الزبده غادي ندخلها في العجينه مزيان. المعلقه الاولى راني ضفتها مع العجينه مع الدقيق، وهذه المعلقه الثانيه غادي ندخلها مزيان في العجينه باش تفهموا البنات. خدموها مزيان، كتجي زوينه هاد العجينه طريه. نخدموها مزيان، ندلكوها مزيان باش تعطيكم نتيجه زوينه. صافي بعد ما كملتها عجنتها 2 دقائق. شوفوا الشكل ديالها، القوام ديالها ما كيلصق ما والو. درنا شويه ديال الدقيق فوق سطح العمل. صافي غادي نجمعها ونخليها ترتاح بعد 10 دقائق او 15 دقيقه. غادي نحضروا دابا كريمه الباتيسير اللي غادي نديرو في البان سويس. عندي 2 كيسان حليب، 2 معالق كبار ديال السكر، معلقه كبيره نشا، 2 معالق كبيره كريم بودره الباتيسير، عندي كيس الفانيلا، وكذلك ما نساوش الحليب حتى هو قلناه.
اذا غادي نضيف هنا المكونات مع بعضياتها كامله نخلطوها ونديرها فوق النار مع التحريك حتى تعقد لينا، نتحصلوا على هذا الشكل هذا. هذا كتجي ناجحه هاد الكريمه. غادي نكتب لكم المكونات في صندوق الوصف. غادي نخليو الكريمه ديالنا تبرد. هنا بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا غادي نوضعها فوق سطح العمل، نرشو الدقيق كذلك ما نساوش. العجينه راه كتجي ما كتلصقش. غادي نطلق العجينه على الطول، غنحاولوا ما ترققوهاش بزاف البنات. بغيت نطول لكم الفيديو باش ما يجيكمش ممل. نطلق العجينه من تخليوها ترتاح، وجدوا الكريمه الباتيسير باش تبرد شويه. صافي هنا نطلقها، غادي ما تكونش رقيقه بزاف، نخليو شويه واحد الميلام تقريبا. صافي غادي نضيف داك الكريمه الباتيسير بعد ما بردت شويه، هي دغيا كتعقد كتجمع. غادي نضيف شويه هنايا في العجينه، غتبقى لي واحد شويه. صافي غادي نسرح داك الكريمه، غادي ندير هنا حبيبات الشوكولا او اللي عندكم نتوما. هنا تبقى لي واحد شويه درجه. غادي نضيف واحد نزيد عاوتاني الشوكولاط، درت هنا حتى اللون الابيض مع الاضاءه ما كيبانش. غادي نزيد نقول لكم كيف قلت لكم انا نزيد شويه الشوكولاط. تقدروا ديروا الشوكولا نتوما حتى الزبيب باش ديروا ماشي مشكل. صافي غادي نقطع هنايا، غادي نقطع شويه ديال الشوكولاط نضيفو. غادي نجمع دابا على داك الجهه الاخرى، غادي نضيف على الجهه لتحت بطريقه راه باينه. هاد الباسوي ساهلين ما كيحتاجوش وقت بزاف وكيجيو زوينين وناجحين. صافي دابا غادي نقاد دوك الجوانب العجينه اللي زايده نحيدها. صافي غادي نبدا نقطع دابا على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما، كبير ولا صغير. هما راه مازال كيختمروا في الفران، ملي كيبغيو يطيبوا كيزيد الحجم ديالهم. غادي نقطعهم هنا نشوفوا راه ساهله. راني شعلت الفران من قبل البنات، في هذه المرحله شعلت الفران باش يسخن ليا. غادي نسخنو شويه ونطفيه باش نخلي هذا الباتويس يخمر. صافي راني دابا خليت الفران سخون دافي باش ندير فيه هاد الباتويس يخمروا. قبل ما نديرهم في الفران يدفى يخمروا غادي ندهنهم بالبيض. هذه هكا لمسه درتها. تقدروا ما ديروش هذه، خليوها كيف ما كانت. دابا غادي نضيف انا واحد حبه بيض دهنت بها، غير نص بيضه بركه. ديروا مع شويه ديال الخل او شويه ديال الحليب. صافي دهنوهم وحطوهم في يخمروا في مكان دافي حتى يضاعف الحجم ديالهم. وغادي نوريكم الشكل ديالهم ملي غادي يخمروا. كيجيو زوينين بزاف البنات. هاد جربوا هاد الطريقه، مابقاوش تسرعوا الفيديو باش تفهموا. هما بعد ما خمروا متدخلهمش يخمروا بزاف، غادي طيح الخميره غير شويه صافي تضاعف الحجم ديالهم. صافي نشعلوا الفران نطيبوهم. الفران يكون سخون نطيبوهم من الفوق لتحت، نحطوهم نقصوا عليهم العافيه والحراره، نخليهم يطيبوا من الفوق لتحت. صافي كيبدا يتحمر من تحت ومن الفوق. صافي كنخرجوهم نخليهم يبردوا شويه. ديك الساعه غنزينوهم. شوفوا كيفاش كيجيو رطبين بزاف. الشكل ديالهم ناجحين بزاف، كيجيو لذاذ وزوينين. طريقه سهله بلا ما تحتاج تشريهم او شي حاجه، تحضرهم في الدار. دابا بعد ما بردوا شويه غادي ندهنهم بالناباج او الكونفيتور اللي عندكم اللي بغيتو نتوما. كيبقى لكم الاختيار في التزيين. انا غادي نزينهم غير بالسكر البودره.
على الطريقه هذه سهله. باش نعقد عليكم هاد التزيين او شي حاجه، كنبغي ندير حاجه تكون سهله، مكنبغيش نطول عليكم الفيديو. صافي نكمل هكا صافي، نخليهم يبردوا ديك الساعه نحتفظوا بهم. ايوا هذا الشكل ديالنا، نتمنى تجربوهم ان شاء الله، متاكده غتجربوهم يعجبوكم. انا غادي نقسم معكم وحده تشوفوها كي دايره من الداخل. شوفوا كي كيجيو رطبين وهشاش، والله الا روعه البنات. هاد العجينه هذه غادي تعتمدوها ان شاء الله. اذا ما بقى لي هنا نقول لكم تهلاو في راسكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.